مساء كهنة وفل وياسمين. انت رايحة واخدة الراجل ورايحة فين يا احلام تعذبيه؟ لا والله ده انا رايحة ادلعه. فاكرين سهرة الخميس اللي كنت عامله فيها نص ازازتين بيبسي، نص كوبايتين بيبسي وحبة ترمس من غير ملح؟ قلت يا ست هعوضها له. ويلا يا احلام، فكي بقى الكيس وافتحي الحصالة وتحويشة العمر وخد الراجل في اوبر، تمام، بالكرسي المتحرك، وروحي ايه عشي بره. انا ليا بركة اللي هو ده، هو الضي والنين والروح والقلب. الله يبارك في ادهم ابني يا رب، واجعله ذريه صالحه، واجعله بر بينا وسند وظهر بعد رب العالمين يا رب العالمين. طبعا ما بعرفش امشي اي مشوار من غيره، علشان احنا الاتنين اللي بنسند ايه، بنسند مع بعض كده. فقعدنا على الكرسي وظبطنا قمر يا اخواتي، الله اكبر عليه. وطبعا جوري لازم تحط التاتش بتاعه. دلوقتي بقى داخلين فين؟ داخلين عند كارم. بصراحه اول مره نجربه، ومش هتبقى اخر مره ان شاء الله. اقسم بالله بامانه، المطعم خدمه اكل. انا ما بحبش الاكل اللي من بره نهائي، يعني مش انا اللي اكل من بره كده باستمرار. ناس محترمه جدا، اكل مش اللي هو التوابل اللي تخلي معدتك بقى تقلب، والاكل اللي، وعلى فكره مش داعيه خالص. اقسم بالله انا اكلنا وحاسبنا زينا زي اي حد غريب، بس يشهد ربنا ان هو مطعم محترم جدا. الخدمه فيه فوق الخيال، الاكل فيه جميل جدا. هي ناس كتير شكرت لي فيه، وبعدين بقول قعدت بقى ايه، اقول لابو ادهم لازم نروح نجربه، يا ابو ادهم لازم نروح نجرب المطعم ده. قال لي فيها عذاب لنا يا احلام في الخروجه، قلت له لا مش مشكله، ان شاء الله ان شاء الله الامور هتسهل، وتغيير كده وتجديد. معايا جانا وجوري وادهم، ربنا يبارك ويخلي يا رب. وطبعا انتوا عارفين البنات، جانا بنتي قاعده تصور لك طول ما احنا قاعدين بتتصور. وجوري طبعا لازم تحط التاتش بتاعها. وهنا بقى عماله ايه، اكلم ابو ادم اقول له مين اللي هيحاسب، يقول لي لا احنا ما فيناش من كده، لف وش وارجع تاني. قلت له يلا يا عم الحاج ما تخافش ما تخافش. هو في الاخر هو اللي حاسب على فكره، والله حياة ربنا هو اللي حاسب، ما اقولكوش اتذليت. في الاثناء دي كنا طلبنا الاكل ومنتظرينه اهو، ما شاء الله اللهم بارك. سلطات، طحينه، توميه، بابا غنوج. طريقه طعم السلطه تحفه، اقسم بالله طعم السلطه تحفه جدا. السلطه نفسها السلطه بس العاديه طعمها حلو، الرز طعمه حلو، الفراخ معمول بطريقه حلوه جدا، ومش توابل من اللي هي اللي تضايقك، او زي ما بقول لكم الاكل كده هو كان داقه بس تحرج ياكل قدام الكاميرا. والفراخ والكفته طعمهم حلو بصراحه، اللهم بارك، ربنا يبارك لهم يا رب العالمين. اسعارهم هاديه جدا، المره الاولى والتانية والتالتة دي مش دعايه، دي شهاده حق وربنا هو شاهد وعالم. الناس دي محترمه جدا. الاستاذ ده ربنا يبارك فيه، والناس اللي قامت، والاستاذ ده محترم جدا، وقال لي تعالي هاتلي الصفحه بتاعتك علشان نتواصل معاكم ونعمل لكم متابعه. ده الحساب اهو، ده الحساب. وفي الاثناء دي بقى خلاص خارجين. وكان برضو معرفش بصراحه ده مين، ده صاحب المحل ولا مين. كان برضو بيكلم ادهم ابني وبياخد منه اسم الصفحه، وقال تشرفونا. وفي الاثناء دي بقى ماشيين، وبشد العبايه بتاعتي شويه علشان اللي كان في حبه ميه يعني وكده. وطبعا خلاص الدنيا بدات تهتم، جانا بنتي بتقول خلاص يا انا ما عدتش شايفه حاجه. طبعا بعد الاكله الجامده دي خدت اسامه على الرايق، واديت له بقى حبه قهوه كده عشان ايه يحبس بيهم. يا رب تكون الخروجه بتاعت النهارده عجبتكم، وقدرت يا رب اكون غيرت من روحه المعنويه شويه، وغيرت من نفسيته شويه. وربنا يكفيكم شر النوم وشر القعده يا رب العالمين. وكان يوم جميل والحمد لله رب العالمين، قدرنا بقدر ما يمكن نفرح على قدنا. الحمد لله. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك.